جديدة، وزي ما تعودنا بنكمل مع بعض قرقوشة قرقوشة. عشان نكمل مجلتنا الفرفوشة. برافو عليكم. استنونا في أولى فقراتنا بس بعد البريك الصغنن قوي ده. اوعوا تروحوا في أي حتة. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة فرفوشة، ومعانا صاحبة لينا. يلا بينا نسألها تعرف ايه عن عيد الأم. اسمك ايه؟ اسمي نورهان. نور، تعرفي ايه عن عيد الأم بقى، او بتروحي فين في عيد الأم؟ احكي لي كده عن عيد الأم. لا، انا اعرف ان انا بحب مامي جدا وبجيب لها هدايا في عيد الام، وهي بتعمل لي كل حاجه عايزاها، وهي حياتي وهي قلبي. شكرا يا زوزو عشان خاطر كلمتيني النهارده عن ماما. عن مامي؟ طيب اوكي. دوريا الاول بقى احكي لي كده، انتي حضرتي كده، احنا خلاص احنا في عيد الام كده، حضرتي بقى هديه لمامي كده ولا ايه؟ طبعا. جبت لها ايه بقى؟ جبت لها حاجات كتير. جبت لها حاجات كتير، قولي لي حاجه كده. طيب ماشي. جبت لها باج. جبت لها باج شنطه وعجبتها؟ لا لسه بقى، لسه ما اديتهالهاش. طب كان لونها ايه بقى الباج دي؟ كان لونها ريد. وانت جبتيها بقى لوحدك ولا بوبي بقى جاب معاكي، يعني من مصروفك ولا ايه؟ من مصروفي. من مصروفك. شاطره. اوكي. اسمك ايه؟ اسمي مريم. مريم. تعرفي عن عيد الام او بتحتفلي فين في عيد الام؟ انا اعرف ان عيد الام ان هي ماما دي كل حاجه في حياتنا. يعني هي اللي قعدت 9 شهور حملانا، وكمان هي اللي قعدت، هي اللي خلتنا نمشي وخلتنا نجري وخلتنا علمتنا المعاني والضحك. الضحك والاغاني. اوكي. وايه بقى بتحبيه بقى في مامي، او يعني ايه اكتر حاجه كده بتحبيها في مامي؟ انها بتحافظ علينا لحد ما نكبر وبتعلمنا الشطاره والاحترام وكل حاجه. ما بتشخطش فيكي بقى، مش بتزعلك؟ ولا لما بتزعلك مثلا بتقولي لها سوري مثلا أو هي دايما لازم بتشخط فيا او بتضربني علشان ده عشان مصلحتي. عشان مصلحتك. برافو. كمان زي اللي هو احمد شوقي قال كده شعر اسمه الام مدرسه اذا اعددتها اعددت شعبا طيب الاعراق. برافو عليكي، متابعه الشاعر الكبير احمد شوقي. برافو. اسمك ايه؟ اسمي دارين. دارين، تعرفي عن عيد الام او بتروحي فين في عيد الام؟ عادي بروح خروجات كتيرة، ومامتي هي اللي جايبه لي دريس تابسي انجي. الله جميل قوي. مامي هي اللي جايبهولك؟ المفروض في عيد الام انت اللي بتجيبي لمامي. جبت لها ايه بقى؟ جبت لها حاجات كتير. عجبتها. عجبتها. جبت لها بقى من مصروفك ولا بوبي ساعدك مثلا؟ بوبي ساعدك. اوكي. وايه مثلا بتروحوا فين تحتفلوا بعيد الام؟ عادي في اي حته. تروحي في اي حته تحتفلي بعيد الام. اوكي. وايه كمان بقى، يعني بتحبي ايه في مامي مثلا؟ بحبها هي عشان هي بتجيب لي شوكليت كتير جدا جدا. عشان الشوكليت بس؟ لا، عشان حاجات كلها. اوكي. حاجات اللي انا نفسي فيها. تجيب لك الحاجات اللي نفسك فيها. وايه كمان لما مامي مثلا لما بتعملي حاجه رونج مامي بتزعلك وكده، بتزعلي بقى منها ولا بتروحي تقولي لها سوري بقى؟ بروح اقول لها سوري. طبعا. عيد الأم هو احتفال لتكريم الأمهات، وكان أول احتفال لعيد الأم عام 1908 في الولايات المتحدة الأمريكية. وفي مصر أول من فكر في عيد للأم هو الكاتب الصحفي المصري الراحل علي أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم. وبالفعل تخصص يوم للأم يكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضل الأم، وتقرر يوم 21 مارس من كل عام هو عيد الأم، وهو أيضا أول أيام فصل الربيع ليكون رمزا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة. ودلوقتي يا صحابي خلصت فقرة قرقوشة فرفوشة، نشوفكم في فقرة تانية.
دلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه منقوشه، وهسيب لكم انتي رانيا توريكم هتعمل ايه النهارده. بس على فكره النهارده حلقه خاصه خالص عشان خاطر عيد الام، وبقول لكل ام بتتفرج علينا كل سنه وحضرتك طيب. كل سنه وحضرتك طيب. كنتي طيبه يا جوجو. ميرسي يا حبيبتي. ماشي، باي كل باي. سنه طبعا، وكل ام في الدنيا كلها، مش في مصر بس وفي اسكندريه بس، لا في العالم كله طيبه. والنهارده عشان خاطر ماما وكل ام جميله فكرنا نعمل لها كارت حلو قوي نكتب لها عليه كلمه حلوه. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. ده ورق كانسون عادي عادي خالص، عندي موجود في اي مكتبه. مستحب طبعا النهارده الالوان القريبه من اللون الريد، لون الحب كله عشان مامي. فانا معايا الفوشيا ومعايا الروز. دي صوره كارت عادي عندي في البيت بتاعت اي ام ومامتها او بنتها. ودي الادوات اللي احنا هنستخدمها والوان جليتر. نشوف بقى هنعمل ايه. هنبتدي طبعا عشان النهارده اجمل يوم في حياتنا كلنا نعمل قلب كبير قوي لمامي على ورق الكانسون. نقصقص حوالين الكارت بتاعنا. هو قلب مايل شويه كده، بس انا عايزه قلب متدلع عشان النهارده عيد الام. نكمل بقى سوا. شوف هنعمل القلب بتاعنا ازاي. بس نسويه شويه كده بس من هنا. يمكن كبير شويه على ورق الكانسون فممكن نصغره مع بعض كده او نحطه بالجنب مش مشكله. دي كانت تاني خطوه معانا. نبتدي نلزقهم بقى مع بعض. تمام، ونكمل سوا. دي صورة الكارت اللي احنا ممكن تبقى عندنا في البيت في اي مجلة، يعني مش هنشتريها ان شاء الله، يعني نحاول نوفر كل حاجة مع بعض كده وندور في البيت على اي مجلة فيها صورة ام جميلة وبنوتتها الحلوة. بس احنا عايزين نعمل كارت بارز زي اللي بيتعمل في المكتبات وتكون اسعاره غالية علينا ننفذه احنا في البيت. فانا جبت دي ورق فوم برضو موجود في اي مكتبة سهل خالص عشان نعلي بيه الكارت بتاعنا. قصيته على شكل فراشة عشان يبقى شكله جميل. نبتدي نلزقه هنا كده بمسدس الشمع. نلزق عليه الصورة بتاعتنا. دي الخطوة الثالثة معانا. ونتني الكارت كده بشويش. سوري بس في شمعة صغيرة شلناها خلاص. نشوف بقى هنزوق الكارت بتاعنا ازاي. ده استراس كده موجود سهل في اي مكتبة او عندي في البيت او كان في فستان قديم مش محتاجينه. نزوق بيه الكارت بتاع مامي حبيبتي. وكل سنة وكل ام في مصر كلها وفي الدنيا كلها طيبة. نشيل بس الشمعة الزيادة. طبعا احنا في عيد الام يعني لازم نكون حريصين ان احنا ما نبهدلش البيت لمامي حتى واحنا بنعمل لها الهديه. لو وقعنا اي حاجه نشيلها. اتفقنا. نكتب لها بقى كلمه جميله. هنا ممكن نكتب لها كل سنه وانتي طيبه يا مامتي. ايه رايكم؟ كل سنه وانتي طيبة
يا مامتي. كمان لو عندي وردة كده جميلة مش هتكلفنا حاجة، ممكن تكون موجودة في بيتنا برضو، نعمل لمامي سيربرايز حلوة ونستخدم كل حاجة جميلة في البيت عشان مامي. وده كده شكل الكارت بتاعنا. يا رب يعجبكم. كل سنة وكل أم في الدنيا كلها طيبة. واو جميل قوي. بجد يا هعمله انجي. بقى لمامي واديه لها في طبعا الكارت البارز عيد بتكون الأم. اسعاره غاليه، احنا شفنا عملناه ببساطه خالص ازاي. اتفقنا. كل سنه وانت طيبه وكل ام في الدنيا طيبه. وانت طيبه يا كل حبيبتي. ام طيب. ودلوقتي يا اصحابي خلصت فقره قرقوشه منقوشه، نشوفكم في فقره تانية. مية حلوة ربنا يزيدك، يلي قلبي بوسة تستاهلها ايدك، قلبي بوسة وبوسة تستاهلها ايدك، يما مية حلوة ربنا يزيدك، يلي قلبي بوسة تستاهلها ايدك، قلبي بوسة وبوسة تستاهلها ايدك، يما مية حلوة ربنا يزيدك، يلي قلبي بوسة تستاهلها ايدك، قلبي بوسة وبوسة تستاهلها ايدك. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقره قرقوشه مروشه، والنهارده هنتفرج على مجموعه ساعات. يلا بينا نشوف الفيديو ده.
الخدومة، واقول الله يا امي عالدفء والنعومة. ترغبني في الأمومة ولليد الخدومة، واقول الله يا امي عالدفء والنعومة. وبغني يا ستي يا فدائية يلي قضيتها هي، يا ستي يا فدائية يلي قضيتها هي، تجعل حياتي هنية ولو تبقى مهمومة. تعبت كتير عشان خاطري، عشان امشي، عشان اجري، ومهما جريت بعيد خالص اديني جيت اوام بدري. ومهما جريت بعيد خالص اديني جيت اوام بدري. اضمك بفرحة واقولك صباح الخير يا ولادي. يا ماما يا أما يا أماتي، سلاماتي احتراماتي مقولاتي. يا ماما يا أما يا أماتي، سلاماتي احتراماتي مقولاتي. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة خسخوسة، وقصتنا النهاردة عن بينوكيو. يلا بينا نعرف شوية معلومات عن بينوكيو. بينوكيو هو ثاني فيلم رسوم متحركة من إنتاج والت ديزني، مبني على قصة بينوكيو، حكاية دمية خشبية تقوم إلى الحياة من جانب حورية زرقاء الذي تقول له إنه يمكن أن يصبح حقيقي إذا أثبت نفسه أنه شجاع صادق وغير أناني. وهكذا تبدأ مغامرات الدمية ليصبح صبي حقيقي. ومن أصدقاء بينوكيو الحورية الشعلة، والخصوم ضد بينوكيو هم دويهي الثعلب المحتال، وكنعون القط، وطنبولي صاحب استعراض الدمية. وكان أول ظهور سينمائي للرواية في فيلم بينوكيو عام 1940. ودلوقتي يا صحابي خلصت فقرة قرقوشة خسخوسة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة مقصوصة اللي بنعرف منها معلومات من جميع أنحاء العالم. ومعلومتنا النهاردة: هدهدة الأطفال تعمل على تحسين درجة تركيزهم. كشفت إحدى الدراسات العلمية أن هدهدة الأطفال التي تقوم بها الأمهات لتهدئة أطفالهن ومساعدتهم على النوم قد تجاوزت فائدتها راحة الأم، وامتدت إلى الصحة البدنية والعقلية للطفل، حيث أكدت الدراسة أن مرجحة الطفل فوق كرسي تعمل على تحسين قدرته على التركيز وزيادة فترة انتباهه. ودلوقتي يا أصحابي خلصت فقرة قرقوشة مقصوصة، نشوفكم في فقرة تانية. ودلوقتي يا اصحابي وصلنا لفقرة قرقوشة قرقوشة، ومعانا أنسي رانيا ونشوف هنعمل ايه مع بعض. بس على فكرة النهاردة حلقة خاصة خالص عشان خاطر عيد الأم، وبقول لكل أم بتتفرج علينا كل سنة وحضرتك طيب. كل سنة وحضرتك طيب. وانت طيبة يا انجي، وكل أم في الدنيا كلها طيبة، في مصر واسكندرية في الدنيا كلها كل أم يا رب طيبة. عشان النهاردة عيد الأم عايزين نفرح مامي، نعمل لها حاجة بسيطة كده وسربرايز جميلة مع بعض. اوكي يلا بينا. احنا جبنا كيك
عادي خالص، ممكن نشتريه من اي من أي ماركت ماركت. عشان احنا لسه صغيرين مش هنعرف نولع بقى الفرن. اتفقنا؟ اتفقنا. وده كومبوت سهل برضو من اي ماركت، ومعانا مربى. شوف هنعمل ايه المامي. يلا. يلا بينا ناخد الكيك بتاعنا. دي قرقوشه ايه يا انجي؟ قرقوش. قرقوشه. يلا كده نعمل قرقوشه سوا. نفتح الكيك ده سهل قوي على فكره، مش متعب في حاجه، وتعرفي تعمليه انت لوحدك. نقسم الكيك بتاعنا كده. تمام. يلا بينا يا انجي نبتدي نحط المربى جوه الكيك اللي معانا. بشويش كده نطلعها. مربى فراوله، بتحبي الفراوله؟ جدا. وانا كمان. دي تاني خطوه كده معانا عشان ما نتعبش مامي. سهله قوي. نعمل لها سربرايز بقى كبيره كده. اوكي. ممكن تساعديني؟ اتفضلي. هنا كده. برافو عليكي يا جوجو. الطرف ده. اوكي. اوكي. يلا ممكن نحط هنا كمان. هنا. عارفه ان انتوا كلكم بتحبوا الفراوله وانا كمان بصراحه. بصي انا بحب كل اكل ربنا، وانت كمان. اتفضلي. برافو عليكي. كل اكل ربنا اللي ربنا خلقه، كل حاجه ليها فايده معينه. احنا لازم ناكل كل الاكل. صح. الكلام ده بجد. ايوه برافو. ممكن اساعدك؟ ميرسي. هتحتاجي هنا شويه. لا كده كفايه عشان نحط النص ده على ده. تمام. نعمل كده. نبتدي كده ننقلها هنا كده. معانا بقى يا انجي الكمبوت بتاعنا ده كمبوت خوخ. نزوقها بيه. اوكي نجملها كده بيه. سهل قوي برضه، هتجيبيه من اي ماركت، مش نتعب مامي في اي حاجه النهارده. النهارده ايه؟ هي مامي النهارده الملكه. اليوم بتاعها. وكل ام في الدنيا يا رب هدية. دايما. تنسيش ربنا قال لنا ان الجنه تحت اقدام الامهات. والشاعر احمد شوقي قال الام مدرسه، ان اعددتها شعبا طيب الاعراق. برافو عليكي يا انجي. هنكمل بقى سوا، نحاول نقطعها كده كويس. بصي بالميل كده شويه عشان يبقى شكلها كويس معانا ظريف. اوكي. تمام. ايه رايك قبل ما نحط الكمبوت كده ممكن الصوص بتاعه؟ الصوص بتاعه طعمه جميل برضه. جدا جدا جدا. تمام. نبتدي بقى نحط الكمبوت بتاعنا. مش هتساعديني؟ يلا يا انجي. دي كبيرة شوية، ممكن نصغرها شوية مش كده؟ كده بالظبط. سوري. تمام نكمل بقى مع بعض. كبيرة. انا عارفه ان كل الاطفال بيحبوا الكمبوت قوي. هو برضو طعمه جميل قوي برضو. يا رب بس يعجب مامي. ان شاء الله هيعجبها. ممكن نخليه هنا كده في النص. تمام. ناخد واحده صغننه هنا ولا ايه؟ حاضر. هنا يا انجي. اوكي بس كده. يا رب يعجب مامي. ونقول لمامي ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. هابي ماذر داي. اوكي. كل سنه وانتم طيبين وبالهنا والشفا.
يا صحابي، خلصت قراقيشنا. استنونا في قراقيش تانية، بس اللي عايز يتواصل معانا يشوف كارتون او يسمع اغنية او يحتفل باجمل يوم في حياته، هو يوم عيد ميلاده، يبعت صورته واسمه على قناة اسكندرية برنامج قراقيش. على فكرة احنا اتبسطنا معاكم قوي، يا رب تكونوا انتوا كمان اتبسطتوا معانا. باي باي.